عايزين نتكلم النهاردة عن الخشونة. الخشونة دي مرض في كل بيت مصري. كل الناس تشتكي من ركبها، من ايديها، من رجلها، من المفاصل، خشونة المفاصل. عايزين نتكلم النهاردة عن أسبابها وأعراضها. عايزاكي النهاردة تكلمينا كده بشكل مبسط عن خشونة المفاصل. خشونة المفاصل دي بمعناها العلمي إن هي تآكل بغضاريف المفصل. يعني المفصل الغضروف اللي كفر العظمة بيبتدي يحصل له تآكل تدريجيا، فبالتالي يبتدي المريض يحس بأعراضه، والأعراض اللي بيحس بيها المريض مش نتيجة للتآكل المباشر للمفصل، ده نتيجة لتفاعل المفصل مع التآكل ده. فبيحس بأعراض ألم، حرقان، التهاب وتورم، تيبس، وخصوصا التيبس الصباحي، ميبقاش عارف يحرك المفصل دوت، حركته تبقى تقل، مش عارف يقوم بالوظائف اليومية اللي بيعملها. كل دي من أعراض خشونة المفصل.